طبعا زي ما الناس اتوقعت في الكومنتات فعلا وصلنا الحديقة، وبجد يا جدعان كانت حاجة جامدة قوي ان انت تعرف تاكل الحاجات دي بايدك، ما تقدرش ان هي تأذيك. وطبعا في يا جدعان حماية عالية قوي هناك، وانا متأكد ان انت في حيوانات طبعا انت ما شفتهاش في حدائق كتير. فلو انت ما زرتش الحديقة دي لسه زورها، وبجد كمل معانا الفيديو علشان تعرف لما تروح هناك هتشوف ايه وهتتعامل ازاي مع الناس. دلوقتي يا جدعان انا ورفعت قطعنا التذاكر وزي ما انتم شايفين دلوقتي داخلين دريم زو. هتشوفوا حاجات جامده قوي قوي في جنينه الحيوانات. خليكم معانا واستنوا وما تنسوش. واول حاجه شفناها يا جماعه ده الاسد اهوت ماشي، وزي ما انتم شايفين وده برضو ضبع. بس الناس يا جماعه كانت بتقول عليه ميت، وزي ما انتم شفتوا احنا زومنا عليه بس هو مش ميت، هو بيتنفس اهوت زي ما انتم شايفين. هو بس كان نايم، والناس كانت بتقول عليه ميت يا جماعه والله. وده برضو ضبع تاني ماشي، ده الذكر واللي فات ده النتاية. ده الذكر. احنا سألنا الناس بتوع الجنينة قالوا زي ما انت قلت كده. وده يا جماعة النمر التايجر اهوت. كان شكله حلو اوي يا جماعة ما شاء الله والله العظيم. هتشوفوا حاجات جامدة اوي اوي يا جماعة، بس انتوا خليكم معانا. وده الاسد يا جماعة، واللي جنبه دي انثى الاسد اللي هي بيقولوا عليها اللبؤة. ومعاهم شبل صغير، اسد صغير كده جنبهم اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين انا مزوم على اهوت ماشي. وهم مخلفين ماشي، ومش عارف والله هو حاجات جامده اوي. وده يا جماعه اسمه القط الوشق، القط الوشقي. مش عارف القط الوشق حاجه زي كده ماشي. الباقي هتشوفوا كله وده يا دلوقتي يا جماعه جماعة كان الضب الملون. وفي حاجات متحنطه فوق يا جماعه برضو في الحيط، ده تمساح وحاجات كتيره اوي. ودي يا جماعة اسمها اجوانا، ودي بتتغذى على الخضروات والحاجات الخضراء وكده. وده يا جماعة ضربة الدفاع بتاعتها مش الشعض ولا كده ولا بتخوف. لا هي خبطة الديل بتاعتها بتعمل شبه الكرباج. وده يا جماعة تبان برموس بايسون، ده مش شبه اللي بره، ده حاجة تانية خالص زي ما انتوا شايفين مش حاجة تانية، اهوت. هو نفس مش حاجة تانية يا جدعان، هو نفس الفصيلة، بس اللي بره كان البينو وطفرة، وده طفرة تانية، بس هما من نفس العيلة. طبعا يا جماعة انا بخلي الرفعة ده هو اللي يتكلم في حاجات عشان انا ما بفهمش في الحاجات الزواحف ديت. وده يا جماعة تعبان ابو السيور. يا جدعان ده تعبان ابو السيور، وفي اخوه بالظبط الهرسين، بس الهرسين نفسه ابو السيور ولكن بيعيش في الصحراء، واللي انت شفتوها دلوقتي سلاحف سلكاتا، كل ده سلاحف سلكاتا بس لسه صغيرة. هي نفسها العملاقة اللي بره، بس دول لسه صغيرين. زي ما انتم شايفين يا جماعة اتفرجوا في حاجات كتيرة قوي. ودي تماسيح يا جماعة، تماسيح مائي نيلي. نيلي، تماسيح نيلي. اقوى فك في مملكة التماسيح كلها. أقوى فك في نيلي التماسيح كلها. وديت سلاحف يا جماعة برضو زي ما انتم شايفين. ريد اير. ريد اير، دي سلاحف ريد ذات اير زي ما انتم ذات الاذن شايفين. الحمراء. إيه وبرضو رفعت هو اللي بيتكلم في الحاجات دي لأن أنا مبفهمش في الحاجات دي زي ما انتوا عارفين. ده الحمام. سلوكاتا برضه. وده تعبان برضو سلوكاتا. لا وده يا لا لا لا، جماعة اتلخبطت. واللي فات ده يا جماعة اسمه تعبان برونز بايسون، انا اتلخبطت معلش. وده ثعلب يا جماعة بس ده ما كانش باين خالص. الفنك. ثعلب الفنك كان مستخبي مش طبعا يا عارف جدعان ليه. الحاج صلاح طلب هو اللي كان بيصور في الحتة يعني في الحاجات دي، في الحتت اللي انت شايفها دي كان بيخش ياكل الثعالب دي في فيديوهات كتير. فاستنوا فيديو اصلا يعني كبير مع الحاج صلاح طلبة بنفسه، هنخش نصور مع الحاجات دي قريب ان شاء الله. ده فلو انت مش اول مره تشوف الفيديوهات دي فيا ريت تعمل اشتراك في القناه عشان الفيديو ده يعجبك، ونقدر نقدم لك محتوى زي ده. يعني لو حسيت لو حابب يعني معلش يا جدعان اتلخبطت. يعني لو انت حابب المحتوى ده هنكمل لك فيه ونسافر حتت كتير كمان. يعني في كمان حديقة حيوان لسه بتفتح في القاهرة جديدة، ممكن نروحها لو لقيناكم حبيتوا المحتوى ده. فبس كده خليكم معانا في الفيديو وخلاص، ما تبقاش كتير في الفيديو. انا عارف اني طولت عليك بس بجد يا جدعان الحاجات دي ما يتشبعش منها. بجد بجد يعني انا لو قعدت كده الف ما كنتش عايز امشي من هناك اصلا. وبجد يا جدعان انا بتكلم معاك في الفيديو، طبعا انا مش فاهم في الحاجات دي قوي، بس ان شاء الله يعني لو حسيت ان انت حابب الحاجات دي هقدر ان انا انزل اخد معلومات عنها وكده. وزي ما انت شايف رفعت كان بيصور دلوقتي. فبجد يا جدعان انا ببقى يعني دي فرحان. الكوبرا ناجا هاجا، اقوى سم بص. العضة عندها مركبين من السم، بيضرب الجهاز العصبي والجهاز المناعي في ثانية الا ثانية، بتكون خلاص ودعت. فزي ويا ما انت جماعه زي ما انتم شايفين كل باكيه محطوط عليها ازاز طبعا، ومحطوط عليها اليافطه بتاعتها، الحاجه شبه اليافطه كده. معلومات عن معلومات عن على كل نوع محطوط، كل معلوماته.
فبجد يا جدعان بنفرح يعني باي كومنت، اي لايك، يعني يا ريت لو انت وصلت لحد هنا تديني اشاره ان انت وصلت معايا لحد هنا. وبجد يا جدعان انا بعشق حاجه اسمها حيوانات، بس اكتر حاجه الحمام بجد. فخليكم معانا في فيديوهات كتير، وان شاء الله في مفاجآت كتير جايه معانا في القناه. فلو انت مشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وبس كده، انا عايزك تكمل الفيديو للاخر علشان يعني بجد بجد بفرح ان حد بيتفرج على الفيديو للاخر. وبجد يا جدعان دي مش اول رحله هنطلعها لو الفيديو ده علا. فبس كده خليك معانا في الفيديوهات الجايه، وما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت بتاعه صيد الصقور وتدريب الحمام وكل الكلام ده، فانت فاتك كتير قوي. ويا جماعه زي ما انتم شايفين ده حاجه ضحكتني قوي، ده نسنس يا جماعه وماسك شيشه متحنط، واللي محنطه كان جامد قوي. وده فتحي رضا رفعت يا جماعه، كان واقف مع الصقر. ده ستيف شبه اللي كنا ستيف جايبينه يا شبه اللي كنا جدعان، جايبين شبه اللي المصري. احنا مصورين بيه. عامة لو انت كده كده عايز كل تتفرج على حاجة تدريباته وازاي اسمها هيظهر تدربه، فوق هنا. فممكن ان انت تخش اي على حاجة القناة هتيجي عندي اسمها وهتبص تلاقي كل هيظهر. الكلام ده فوق سلام يا هنا جدعان عندي. في الشاشة من فوق. وده يا جماعة ايه ده، وده حاجة بتشوك والله العظيم يا جماعة، انا مش عارف دي ايه، بس اسمها كده كده مكتوب، وعلى ما اعتقد ده القنفذ. وده شبل صغير يا جماعة راجل ماسكه والناس كانت بتتصور بيه. وده يا جماعة الجدي الجبلي، مش عارف هو كان بيعمل حركات غريبة ببقه، مش عارف هو بيعمل ايه والله. ماشي، وفي ذكر وفي انثى وزي ما انتم شايفين. وده فرخ مش عارف ده نوعه ايه والله. وكل دول كل دول يا جماعة حباسات، حاجة شبه حباسات كده. ودي يا جدعان لاما، هو الاسم بتاعها كده، ولسه هتشوف شكل تاني ليها. دي برضو لاما، تمام. وليها شكل تاني اصلا، شكل عامل شبه الجمل على صغير كده. هو ده يا جماعة شكلها زي ما انتم شايفين. هما هيعملوا حركة دلوقتي، مش عارف هينطوا مرة واحدة. وزي ما انتم شايفين الراجل هناك اهوت بيفتح الباب عشان بيحط لهم اكل باين او حاجة زي كده. اهو يا جماعة الراجل فتح هيعمل حاجة. ماشي، هما هيتنططوا دلوقتي مرة واحدة مش عارف ليه. اهو يا جماعة بصوا، هما شكلهم حلو اوي اوي يا جماعة، عامل شبه الدبدوب. فاتفرجوا بقى. وكل بوكس يا جماعة، كل سجان ولا كل مش عارف ايه عليه يافطة كده كونجور صغيرة. وده اسمه كونجور يا جماعة، البينو. ده كونجور البينو. وده يا جماعة مش عارف هما دول المدافن باين بتاعت الحاجات اللي بتموت، حاجة زي كده. انا مش عارف دي ايه والله العظيم الصراحة، انا كل ما اقول الكلمة دي الناس تضحك عليا. وده الشبل يا جماعة اللي انتوا شفتوه من شوية. ماشي. وده يا جماعة فراخ الوادي. فراخ اسمها كده فراخ الوادي. انا والله نفسي اربي حاجة من دول بس هما غاليين قوي. وده يا جماعة اسمه غزال جبلي. استنى غزال ايه؟ صح. وده يا جماعة زي ما انتوا شفتوا رفعت قال لي اللي ده اسم تاني، ده اسمه ماعز جبلي. لو وريتكم برضو نوع تاني بس مش نفس الشكل ده. وده يا جماعة سلاحف، كان في سلاحف كتير قوي واكبار كبار قوي. دي سلوكاتها يا جدعان، يعني لو محدش واخد باله دي سلوكاتها ما شاء الله بتوصل، يعني حجمها يمكن كمان اكبر من كده. فبجد بتبقى حاجة جامدة يعني قوي، ان انت لو جربت تجيبها من صغرها بيبقى سعرها متراوح من 700 جنيه وانت طالع، يعني على حسب انت المكان اللي انت عايش فيه او كده. فلو انت حابب ان انت تجيب حاجة زي دي فهتبقى رخيصة وهتقعد عندك سنين ما شاء الله عمرهم، يعني لو انت وفرت لهم البيئة المناسبة ليهم عمرهم هتبقى حاجة جامدة قوي. وزي ما انتوا شايفين كده ده الحصان اللي هو بيقولوا عليه عندنا هنا البولي، اللي هو الصغير ده، بجد يا جدعان بيبقى جامد. وهنا يا جماعة جنينات الحيوانات كلها حوالينا، فاصبروا بقى هتشوفوا حاجات جامدة قوي قوي. واستنوا بقى علينا يا جماعة، في حاجات جامدة أوي يا جماعة. وزي ما انتوا شايفين احنا كنا بندور ونشوف الحاجات اللي موجودة. وده يا ماشي. جماعة غزلان كبيرة وصغيرة، وفي صغيرين خالص وفي كبار هنا. وزي ما انتوا شايفين انا هاكلهم دلوقتي. وده فرخ هندي. وده غزل هناك اهوت يا جماعة. والغزلان ده انا هاكلها دلوقتي اهوت زي ما انتوا شايفين. بناكلها بطاطا يا جدعان، بتاخد سبت كده، لو انت عايز تاكل السبت ب30 جنيه، بيبقى مليان بطاطا. بصوا يا جدعان، هو الثبت مش ب 30 جنيه، بس انت لازم تراضي، مش بتاخده عافيه، يعني انت بتراضي الراجل برضو اللي واقف بيديك الحاجه وكده. انت لو عايزه ببلاش مش هيقول لك حاجه وهيديهم لك ببلاش خالص. وهنا يا جماعة دخلنا بقى عند ايه بغبغان طيور، المكاوي. بغبغانات الطيور وكده. مكاوي. وزي ما انتوا شايفين هو البغبغان ده اسمه بغبغان المكاوي. وهتشوفوا عصافير كتيرة قوي دلوقتي، كوكتيل وعصافير استرالي وبغبغانات وحاجات كتيرة قوي قوي دلوقتي. ودول جوز هما فوق بيتجوزهم، لو شايف بيعملوا ايه. زي ما انتوا شايفين يا جماعة المكان واسع قوي ومتقفل، متقفل العصافير سايبة
زي ما انتوا شايفين الناس واقفة، مفيش اي حاجة ولا اي خوف. ودي سلكات يا جماعة للعصافير وكده. ودي نسايات هنا يا جماعة، دي انت بتدوم التذكرة، بياخدوا الباركود اللي على التذكرة اللي معاك وبتخش. وهنا يا جماعة المكان من بره اهوت، مكان اللي احنا لسه هنخش دلوقتي، بيت الزواحف يا جماعة. بيت والتعبان ده اسمه يا جماعة كبير اوي اوي يا جماعة، مش عارف بورموس اسمه ايه. بايسو. وده بيت الزواحف اهو يا جماعة، احنا هنخش دلوقتي. معلش انا اتلخبطت في اسم التعبان. بيت الزواحف ده اجمد حاجة انا شفتها يا جماعة، وهتشوفوا حاجات كتيرة اوي اوي بقى دلوقتي.